تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض البطاية العسل ديت بوصفة سهلة جدا وبطريقة بسيطة خالص، وهتطلعها معاكي اللون الجميل دوت، وهتشرفك في اي عزومة انت ممكن تقدميها لضيوفك. بجد تحفة جدا. وزي ما انتوا شايفين اهوت الصورة بتتكلم عن نفسها. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى منك انك انت تعملي لي لايك، ولو انت اول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس علشان اي فيديو انزله يوصلك الاشعار بتاعه. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو ونشوف انا الطريقة عملتها ازاي. اول حاجة هنا يا بنات، عندي هنا ديت بطاية كده متنضفة كده كويس جدا ومنقوعة كده وما فيهاش يكونش فيها ريش ولا اي حاجة. وطبعا بقى حاطة معاها الكبد بتاعتها والقوانص والحاجات دي. ومعايا هنا دولت طماطميتين كده. ومعايا هنا 4 بصلات صغيرين، بجد البصل الصغير ده بيخلي طعم الشوربة بتاعتك سكر. ومعايا هنا التوابل، معايا ملح ومعايا فلفل اسود ومعايا 3 حبهان ومعايا ورق لوري. اول حاجة بقى انا النهاردة هعمل البطاية ديت على في حلة الضغط، بس لو انت هتعمليها في الحلة العادية بنفس الطريقة كده بالظبط هتمشي عليها. هحط كده معايا كده المية تغلي، وبعد كده هنزل عليها بالبطاية، وهسيب المية ديت لحد طبعا لما هحط البطاية المية درجة حرارتها هتقل، فهسيبها معايا لحد ما تبتدي تغلي وان هي تطلع ريم معايا. بس هنا عشان خاطر كنت غسلاها كويس مطلعتش ريم كتير، طلعت حبة صغيرين خالص. هنا كده خلاص كانت البط طلع الريم بتاعه. هبتدي بقى ان انا اجيب معلقة كده او صفاية واشيله كده من عليه. بس هو طبعا الريم مش كتير، حاجة بسيطة جدا يعني. زي ما انتوا شايفين بقى البطاية دسمة معايا وابتدت ان هي تنزل الدهون بتاعتها. هنا بقى هبتدي بقى ان انا انزل الحاجات بتاعتي، هحط معايا الطماطم وهحط البصل وورق اللوري والحبهان والملح والفلفل. وهقفل بقى الحلة عليها لحد ما تستوي خالص. هنا بقى كده خلاص البطة خدت معايا في حلة الضغط نص ساعة. هنا كده خلاص كنت طلعتها. انتي بقى ممكن تحطي عليها كاتشب وصلصة وزيت او سمنة وتحطيها في الفرن بملح وفلفل. وممكن تحمريها في الزيت، بس انا الصراحة هحمرها في الزيت لان انا بحب البط يكون متحمر في الزيت، بيبقى شكله ولونه احلى. هنا كده كنت بوريكم مستوية ازاي. هبتدي بقى ان انا اجيب طاسة واحطها على النار واحط فيها شوية زيت، وهنزل عليها بالبطاية. هنا كده خلاص كنت خرجتها كده من على النار، وزي ما انتوا شايفين خدت اللون الجميل ده، والسوا بتاعها معقول جدا ومظبوط جدا. هحط بقى عليها شوية ملح كده وشوية فلفل علشان خاطر كده تكون متملحة ويكون طعمها حلو، تكون اللحمة بتاعتها طعمها متملح كده وحلو. وتقدميها بقى تحطيها مثلا في طبق وجنبها شيبسي، او تجرنشيها كده لو انت عندك ضيوف وعزومة وكده. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، وتكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.